الرسالة وصلت لي الساعة 3 الفجر. شفنا صورتك وعارفين عنوانك، والمصيبة إني ما كنتش رافع ولا صورة ليا على النت. أنا من فترة كنت بقرأ كتير عن الدارك ويب، الفضول هو اللي جرني مش أكتر. كنت بسمع إنه مكان للخطر، للبيع والشراء الممنوع، وغرف غريبة فيها ناس ما تحبش حتى تعرف إنهم موجودين. في ليلة حر قررت أفتح جهاز قديم عندي وشغلت عليه برنامج يخليك تدخل للشبكة دي. في الأول كنت بتفرج بس، صفحات سودة، روابط مش مفهومة، وأسماء مرعبة زي سوء الدم والليل الأخير. لكن في رابط شدني، كان اسمه غرفة المرآة. الوصف بسيط: شغل الكاميرا وشوف مين بيبص عليك. طبعا ضحكت وقلت أكيد هزار. فتحت الرابط ولقيت شاشة سودة، وبعد ثواني ظهرت صورتي، مش صورة من الكاميرا، جاتا ليا وأنا ماشي في الشارع لابس الهدوم اللي كنت لابسها النهاردة. بدأت الكتابة في الشات اللي تحت: أنت مين؟ جالي رد بعد أقل من دقيقة: واحد بيحب يراقب، وبالمناسبة الباب الخلفي لبيتك مش قفول كويس. حسيت جسمي كله بيتجمد، جريت على الباب، فعلا كان مش مقفول والشارع فاضي تمام. رجعت أقفل الكمبيوتر، لكن قبل ما أعمل أي حاجة ظهر آخر سطر على الشاشة: ما تقفلش، لسه ما ابتدتش. ولو عجبت القصة اعمل شير أو متابعة عشان اللي جاي أخطر. قلبي كان بيدق بسرعة غير طبيعية، حسيت إني مش لوحدي في الشقة. فتحت النور بسرعة وبصيت حواليا، مفيش حد. اديت شركة أو شاشة الكمبيوتر، لقيت الصورة اتغيرت. المرة دي مش صورتي، كانت صورة أوضة نومي بنفس الإضاءة وبنفس شكل الملاية. بس الحاجة المرعبة إني كنت شايف في الصورة راجل واقف جنب الدولاب. أنا متجمد مكاني، رحت جاري على أوضة النوم، مفيش حد. رجعت تاني على الكمبيوتر، لقيت الشات بيتكتب فيه من نفسه: هو لسه هناك،